مش عارفه ان انا هتكلم في ايه بصراحه. بس صاحبتي عايده مخرجه عظيمه. هي عايشه في سويسرا، مخرجه جامده قوي يعني قوي. طبعا هتلاحظوا الفرق ما بين الفيديوهات اللي انا كنت مصوراها لنفسي والفيديو ده، فهتشوفوا طبعا فرق شديد جدا. هي حتى كمان هي اللي مختاره لي الاوتفيت وبتاعي يعني. حلو قوي انه تلاقي حد في حياتك بيبقى عايزك دايما تطلع بصوره حلوه. فحتى كنت بسالها انا مش عارفه هتكلم في ايه، فقالت لي اتكلمي عن العلاقات التوكسيك. والله دلوقتي حالا قلت وانا ليه هتكلم على العلاقات التوكسيك؟ احنا محتاجين اكتر نتكلم عن العلاقات الداعمه، العلاقات الحلوه، العلاقات اللي بتنور لك حاجات في حياتك، العلاقات الامينه عليك، العلاقات اللي بتحضنك وتكبرك وتثريك وتتمنى لك الخير. الحقيقة انه دلوقتي انتبهت انه اتصور، يعني دي فكرة جت في بالي، ان احنا من كتر ما بنركز قوي في العلاقات الوحشة كأننا بنجذبهم لينا، كأننا بنوسع الدايرة اكتر بتاعة العلاقات دي، بنصحصح مخنا بانها تلقط، بانه تصحصح مخنا يبقى يلقط، صحصح مخنا انه يلقط الفايس بتاعت العلاقات اللي هي اللي بنقول عليها توكسيك، او العلاقات غير المريحه، او العلاقات اللي بتزعجنا في الحياه. فقلت يا سلام، طب ما هو الدنيا مليانه ناس جمال. كل الحكايه احنا محتاجين نصحصح مخنا انه ينتبه للجمال اللي حوالينا، الناس الحلوه اللي حوالينا، نتشبث فيهم، نتشعلق فيهم، لان هم دول الابقى، وهم دول بجد اللي هيعملوا لنا اضافه في حياتنا. علشان كده يمكن ده يبقى سبب ان احنا بنبذل مجهود كبير قوي علشان نتخلى عن السلبيات، او ان احنا نقاوم السلبيات. لا، هو في ميكانيزم تاني او طريقة تانية ممكن نعملها، وهي ان احنا نوسع الدايرة بتاعة العلاقات الحلوة، العلاقات المنعشة، العلاقات المنورة، العلاقات. ودي اشاراتها بتبقى عاملة ازاي؟ انك انت ما بتبقاش قاعد في سكة الحسابات قوي، انك ما بتحسبش كلامك بالورقة والقلم، انك على راحتك، انك مش حاسس انك هتتفهم غلط، انه هيتحكم عليك، انه هيتم انتقادك طول الوقت، انه حد هيحسسك باللوم طول الوقت. كل دي اشارات على انه العلاقة اللي حواليك علاقة رضياك، وعلاقة مريحاك، ولا علاقة فيها نوع من انواع التكبير، السجن. ما في بني آدم على وجه الأرض عايز يعيش في علاقة تبقى خانقاه. احنا بنبقى محتاجين علاقات حرة، علاقات تحسسنا بالبراح، لأنه الدنيا مليانة حاجات كتيرة تضيق علينا. الحاجة اللي بقى لنا باختيارنا أتصور إن احنا نختار الناس اللي يوسعوا علينا الحياة ويعملوا لنا البراح ده. دوروا حواليكوا كده على الناس الحلوين اللي بيحققوا لكم البراح ده، وامسكوا فيهم بايديكم واسنانكم وشعلقوا فيهم وحافظوا عليهم وما تتخلوش عنهم. زي عايدة صاحبتي.